من 6 سنين وانا كنحلم نوصل لهذه الدولة اندونيسيا، واليوم انا هنا وغادي ندوز رمضان بعيد على المغرب. وقبل ما نوصل لزحام العاصمة قررت نبدا من هنا، من المدينة القديمة كوتاتوا، من الأحياء الشعبية ومن الأسواق ومن التفاصيل الصغيرة. السلام عليكم. جود رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك. ثانك يو. مسلم؟ I'm Muslim. Yeah. اليوم غادي نشارك معكم قصتي مع هذه الأسواق وتعيشوا معايا لحظات قبل الأذان هنا راه كاين البنان قد راسي. وأجواء الإفطار كي دايرة هنا. والله العظيم الا هذا الجو هذا بعدا كيفكرني في مزيرت. انا اليوم في واحد من اشهر الساحات اللي كاينين هنا في جاكرتا، وبالضبط في ساحه فتح الله هنايا في كوتاتوا. كوتاتوا هي المدينه القديمه ديال جاكرتا، وقررت نبدا لكم من هنايا ندير لكم اجواء ديال رمضان في المدينه القديمه، يعني الاجواء الشعبيه، ومن بعد ننتقلوا لوسط جاكرتا. هذه الساحه مشهوره بالمباني ديالها اللي خلاهم الاستعمار، وايضا بهاد الدراجات هادو اللي ممكن انك تجي تكريهم وتدور بهم. هاد الساحه دابا كتبان لكم خاويه تقريبا، راه 2 ديال العشيه هذه، ولكن قبل الافطار كتكون عامره ديال بصح. المهم قبل الافطار حتى 10 الليل كتكون مبوربيه. وحده الساحه كنلقاو هذا الممر المائي هذا داير بحال البارك صراحة. هو هذا كيجيو الناس حدا لهنايا كيستمتعوا بالهواء. الحرارة في هذه المدينة ميكس، الصباح كيكون الشتاء، العشية كتكون سخونة. المهم داك الجو اللي عزيز عليا. ما ذكرتش ان اندونيسيا راه بالفيزا $35، يعني يا اما كتاخذها اون ارايفل يعني حتى كتوصل للمطار، اولا كتخلصها الكتريك اونلاين. انا كتخلصها الكتريك ووصلت بالليل صراحة. فاش كتوصل بالليل هاد الترونسبور هذا اللي هو الطوبيس مع التران ما كيخدموش صراحه، واضطريت انني نخلص بوجيك هو التطبيق اللي كيخدم عندهم، وخلصت شي 140 درهم. علاش هذاك هو اخر حل اللي بقى ليا. راك عارف راه الدوله دائما كتكون فيها واحد الجانب ايجابي وواحد الجانب سلبي. من بين الايجابيات ان الناس كيقولوا لك السلام عليكم كيرحبوا بك، واحد الجانب اخر فاش كيعرفوك توريست راه كيستغلوك. هذا راه معمول به في اي دوله. دابا غنمشيو لواحد البلاصه اللي فيها الاسواق الشعبيه، يا ربي نلقاهم باقي حالين حيت دابا 3:30، يعني هما كيسدوا بكري. وغنعاود لكم واحد القصه طويله مع هاد الاسواق هادو. هذا هو البدايه ديال السوق اللي قلت لكم. هاد السوق كيشبه لواحد لحد كبير ضرب السلطان اولا ضرب عمر في الدار البيضاء. داكشي علاش اول مره دخلت ليه صراحه حسيت بواحد الاحساس غريب. عندنا كلشي هنايا، عندنا البزاط. دابا هذا صراحه الا دخلتي لداخل راك ما عارفاش دخل انايا، يعني في 3-4 نفس التوقيت، يعني كيسدوا الناس ولا غير الناس اللي صايمين، حيتاش راه ماشي كلشي صايم كما غنشوفوا. واحد غنوصلوا لشاينا طاون، حتى هنا راه كاينه شاينا طاون. هنا دابا كيكون نشاط الصباح صراحه، كلشي غتلقاه كيتباع. داك المنتجات ديال التجاره الالكترونيه. الناس اللي خدامين في التجاره الالكترونيه ها هي الجنه ديالكم. هنايا فين كاينه غتلقاو جميع الاشكال والانواع. هنايا بطبيعه الحال ديال الجمله. دابا هلو باش غتعرف باللي ديال الجمله الكراطن، هي باش غتعرفوا باللي ديال الجمله. المهم انا هنا تقديت واحد الحقيبه الاشياء هذيك اللي جبت من المغرب صافي تسالى ليها العمر. واللي منتشر بزاف هو الالعاب ديال الدراري الصغار، ما عرفتش علاش. والمواطن بطبيعه الحال في كل مكان، والمسلمين كيقلب على هاد اللبسه ديالهم، ولكن ما عرفتش بلي ما غنلقاهاش هنا صراحه. قلبت عليها ولكن ما لقيتهاش.
المهم راه خاوي صراحه، حيتاش كما قلت لكم الاجواء كتكون مبوربيه في الصباح بكري من 7 العشيه حتى ديك 10 ل 11 ل 12 كاع هي فين كتكون الحركه نيت. هاد السوق هذا جا غير تحت القنطره، تحت القنطره، ودايرين الناس البيزنيسات ديالهم. السلام عليكم. علاش انا قلت لكم حسيت فيه بالاجواء ديال ضرب السلطان؟ انا كنت خدمت في ضرب السلطان في 2016 2017 2018، وداك الجو ديال تما والله العظيم الا عالم. فاش كنشوف هنا شي واحد كيدير داك الكليه كيدير لها السكوش، والله الا كترجعني لذاك الوقت بالضبط اللي عشت تمايا، وداك الاجواء ديال الخدمه. راه الخدمه والله ما فيها عيب بالله، بالعكس والله الا فاش كتكون في سوق جماعي هكايا وفيه النشاط راه ما كتحسش بداك الخدمه اللي كدير، حيت والله الا صعيبه نكذب عليكم. راه اول حاجه كدوز فيها السطاج هي خصك دير السكوتشو والقنبه الكليه، كتسمى الكليه فاش كتجمع السلعه لشي واحد. وافضل حاجه في هذا الشيء ان هذاك بنادم اللي غتجمع ليه الكليه غيدور معاك الا كان شي انسان. السلام عليكم. جود. رمضان مبارك، رمضان مبارك. رمضان مبارك. ثانك يو. مسلم؟ من مسلم يا انا والله الا الناس اشكال والله العظيم. كيما قلت لكم هذاك الاحساس ديال ضرب سلطان رجع فيا وحسيت بحالي لا المكان ماشي غريب عليا. بطبيعه الحال الا كنتي كاع مسلم راه الناس كيرحبوا بك كما غنشوفوا في وقت الفطور ان شاء الله. قبل ما ندخلوا لشاينا طاون اللي هي هذه، بغيت ندوي لكم على هذا التوك توك هذا، حيتاش لاحظت ان بزاف ديال الناس كيستعملوه للتنقل وواعر، حيتاش من الايامات ديال الاستعمار وهو كيدور هنايا. فغادي ندخلوا دابا شاينا طاون اللي لحد الان جميع المدن اللي زرت لا في ماليزيا لا في تايلاند ولا بدا انه تكون فيهم شاينا طاون في شي قند، وبالضبط في الاماكن الشعبيه. ما عرفت علاش، واش حيتاش المنتجات ديالهم كيكونوا رخاص الى متوسطين الجوده. هذا الشيء اللي بان ليا. باش غادي تعرفها شاينا طاون غتعرفها بالديكور، هاد العباد الاحمرين هادو. طبيعة الحال راه كاينه تما هي ليه شاينا طاون بوينت، كاينه عندنا الماكله هنايا، حيتاش ماشي كلشي صايم كما قلت لكم، وعندنا المنتوجات بكل انواعها واشكالها. من شوف هنا دابا على طول الشارع كاينه حتى لديك البلاصه فين بدينا، وكتدخل هكايا لي مول او لاش غنسميوهم كاع. المهم الا دخلتي لهنا راه غتلف. كاينين هنا والله الا شوف والله الا حاكمين التجاره ديال بصح. عندنا المقرمشات ديال حمزه ها الجهه ديالك هي هذه. المهم والله العظيم الا فاش غتدخل معانا غتلقى كلشي. والله لاحظت لحد الان ان جميع المدن اللي دخل ليهم ماليزيا تايلاند وهنايا عاوتاني كاين شاينا طاون، وكتكون في البلايص اللي كيكونوا شعبيين. اكسكيوز كتكون في البلاصه اللي كتكون شعبيه. ما عرفت علاش، واش ثانك يو سير ثانك يو. فالبلايص موروكو ام فروم موروكو يا مسلم الحمد لله. السلام عليكم. ثانك يو. لا قلت لكم انا هو هنا ممكن تلقى جميع داكشي اللي غتحتاجو باثمنه ما بين المنخفضه والمتوسطه. راكم عارفين لا كاليتي ديال الشينوا كي كتكون كاليتي مزيانه. داكشي علاش كيجيو بالضبط في الاماكن الشعبيه، حيتاش الناس اللي غيتقداو من هنا ناس بسطاء. المكه الحوايج ايتها حاجه. وكاين بطبيعه الحال كاين حتى الفواكه، وهذا ما عرفتش الفول ولا شنو، وفيه البخار والله ما عرفت. صراحه الاسمنه هنا ما عنديش واحد الفكره اللي هي كبيره، ولكن انا شريت واحد الحقيبه اللي كما قلت لكم تقطعات ليا، شريتها ب 130 درهم اللي هي بطبيعه الحال تقريبا بحال المغرب. هنا فين كاين الفواكه غندخلوا معاه باش نشوفوه. وعندنا الماكله اللي منتشر عندهم هو الايام ناسي ايام. الماكله ديالهم قريبه بزاف ديال ماليزيا صراحه.
وحتى كيفاش كتقول لهم تري ماكاسي او لا شكرا ماكاسي، هما كيختصروها في ماكاسي، راه كيفهموها يعني قراب بزاف في ماليزيا صراحه. وكاينين مسلمين بطبيعه الحال، هادشي علاش جينا. المهم هنا عندنا شي حاجه كتاكل ما عرفتش، المهم فيها اللحم. حنا غنديرو الفطور في المسجد ان شاء الله. بعد ما نعاود لكم واحد القصه طرات ليا في واحد من هاد الشوارع هادو الداخل، فاش دخل ليه النهار الاول وكانت فيه الماكله. قبل ما ندخل بكم البلاصه اللي قلت لكم ديال الماكله، هنا راه كاين البنان قد راسي. وكاين تفاح، حتى هو التفاح عندهم كبير قدو قداش، ولكن وسط هنايا كيدوزو المواطن. يعني انا درت لهم عرقله السيد. وبطبيعه الحال كاين دراغون فروت واعره ديال بصح في العصير ديالها والله. بطبيعه الحال كاينين المسلمين ديالنا هنايا، ولكن والله ما غدوز. عرفتي الصباح كي كيكون، الصباح راه كيكون كثار من هكا. عندهم البنان الاخضر والصفر. الو السلام عليكم. تقول السلام عليكم. المهم بخير. كاين اللي كيعرف كاين اللي ما كيعرفش، غير باش تعرفوا راه كاينين الناس هنا المسيحيين، غير باش تعرفوا. منهم الاندونيسيين. في الهوستل اللي انا شاد اللي تقريبا الثمن ديالو شي 67 درهم، مولاه اندونيسي مسيحي. حنا بطبيعه الحال راه كنحترموا كلشي، غير باش تكونوا عارفين. وصلنا للبلاصه اللي قلت لكم ذاك النهار. انا دابا دخلت ليه ذاك النهار حيت بان لي الديكور ديالو واعر من على برا، ولقيت ناس كياكلوا هنا ودايرين ديك الاغنيه ديال ماهر زين، ديك مرحبا مرحبا يا هلال. والله العظيم حتى اغلبيه دابا هنا صينيين، ما عرفت يكونوا اندونيسيين، حيتاش واخا هكا كيجي صعيب انك تفرق بيناتهم. لحد الان انا كنقدر شويه نفرق بيناتهم صراحه، ولكن ماشي لديك الدرجه. صراحه اللي عجبني هنا هو الديكور اللي كاين في هذا المكان هذا، بهاد الزخارف هادو اللي كاينين هنا والالوان الاحمر. وبطبيعه الحال ديك الموسيقى اللي كانت مطلقه ذاك النهار هي اللي جبدتني، فهمتي. وطلعت لهنايا وبقيت كنشوف بنادم كياكل وطلق الاغنيه ديال مرحبا يا هلال. هذاك اللي طلقها يكون شي اندونيسي. ها هي شتي الفيو من هنا، هي هادي كيجيو الناس كيريحوا هنايا. الصراحه فاش كتشوف المنظر بحال هذا وكتشوف الناس كياكلوا في رمضان كيجيك الجوع. داكشي علاش غادي ننتقل بكم مباشره للجزء ديال الفطور. غادي ندخلوا للمسجد اللي غادي نشوفوا فيه الناس في الافطار الجماعي. هذا هو المسجد. فاش صليت البارح مسجد النوير راه تعطلت، راه بدا حيت كيبداو بالفطور وكيدعيو. راه جبت له الكيمبل ولكن ما غنستعملوش، غير باش نشوف الناس كيفاش غيرياكتيو. المسجد راه باين الديكور ديالو باين. المهم غنشوف الا بقى شي حاجه حيت الناس كيجيو بكري. ها هو الفطور قداش، راه الصف ماليه. انا راه ما جيتش اليوم بكري، ولكن غنلقى شي حاجه ضروري. المهم نشوف. المهم هذيك فاش كتوصل الوقت كيضربوها باش زعما يعلنوا على الوقت ديال الفطور. المهم الماكله راه باينه، الرز وسميتو الحلويات، وها هما الاطباق هنايا. راه ما تاكل والله. الا شوف هاد الناس هادو والله الا الله يجازيهم بخير وصافي. هذا صعيب والله الا صعيب. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الفطور ديالنا راه باين، الرز والبيض والاعشاب. والله العظيم الا هاد الجو هذا بعدا كيفكرني في تمازيرت هي البلاد.
في رمضان كنكونوا مجموعين واحد 10 الناس 12 واحد، ولكن داك 12 واحد كتفرحنا حنايا حيتاش المنطقه راه صغيره. وهنا بالضبط حسيت بداك الاحساس، بداك الالفه ديال خصوصا هنا راه كاملين زعما الاصول الاندونيسيه. فحتى الجامع جا في واحد البلاصه اللي ما فيهاش الضوء. فاش كنرجع راه كنرجع غير في الظلام حيتاش بعيد عليا واحد نص ساعه. وفاش قلبت هذا هو احسن واحد اللي لقيته زعما فيه اجواء اللي ممكن انني نصورها لكم. وحتى الناس هنا كيحترموا انه زعما ملي كتجي مع الكاميرا هكا ما كيبغيوش يدوزو قدامك واخا هكا. فالمهم بالنسبه للصراحه راه ما غنصورهاش. الجامع راه معروف كيكون هكايا بالزليج، والصفوف الاماميه راه كيكونوا فيهم واحد جوج زربيات صافي. المهم الفطور كيضرب هذاك اللعيبه وكيفطروا الناس. ما كيتسناوش كاع الاذان حتى يكمل. هذا هو البلان. المهم هنا بين المسلمين راه ما غاديش تحس بالغربه، والله ما تحس بالغربه، حيتاش الغربه ماشي هي المكان، الغربه هي الاحساس. راه ممكن انك تكون في المغرب وتحس بالغربه، هذا راه باين. ولكن فاش كتلاقى مع ناس هكا كيضحكوا وكيسلموا عليك وكيعطيك التاكل ما كتحسش، والله ما كتحس بالله والله. وهذا الشيء بالضبط اللي خلاني نختار اندونيسيا. كاينين بلدان اخرى اللي كنت درتهم في المخطط، ورمضان فيهم كيكون قريب للمغرب، علاش الاجواء ديال المغرب لا يعلى عليها والله العظيم واخا هكا. ولكن كل بلاد مختلفه، كل بلاد الميزه ديالها. هذا راه ما فيهش الحر. عندنا المشروب، المهم مشروب فيه السكر. هذا المشروب بارد، عرفتي النكهه ديالو ديال المسكه والله. لا هذاك المسكه ديال العطار، هذيك ديال 4 ريال الصغيره. والله الا زعما ما بغيت زعما الناس نصورهم هكا كيفطروا، ولكن شوف راني كندير ما امكن انني نبين لكم الاجواء والله العظيم. هذا الشارع فين كناخذ انا شي حاجه الا بغيت ناكل كناخذها هنا وكنمشي للساحه ناكلها فيها، اولا من الجهه الاخرى. اليوم غنمشي بكم للجهه الاخرى. بطبيعه الحال راه يمكن لك هنا تاكل مال الضواطف، ولكن بطبيعه الحال غتسول واش حلال ولا لا، باش ماشي كلشي غايبيع عليك الحلال. المهم انا دابا غادي بكم للساحه نشوفوا كيفاش كتكون بالليل، حيت الجو فيها بالليل كيختلف وبالعشيه ايضا. هذا الفلوق كان الوقت شويه ضيق بحكم ان اليوم هو النهار الاخر هنايا بالضبط باش ننتقل للوسط ديال جاكرتا. فتزيرت شويه في الوقت. كما شفتوا انني ما لحقتش على الفطور، كنت باغي نصورو من الاول صراحه، كنت باغي نصور الاجراءات كيفاش كيكون داكشي من الاول، ولكن ما تمكنتش. دغيا داز الوقت من 2:30 حتى 5:30 طارت 3 الساعه، وانا كنفلوغ لكم رغم ان هادشي خرجت فيه واحد 10 دقائق. ولكن التنقل من بلاصه لبلاصه هو اللي كيدي واحد نص ساعه 40 دقيقه ما بين كل بلاصه وبلاصه، بحكم اننا ما كنستعملوش المواصلات بزاف. اليوم بان ليا خاوي شويه. المهم غنشارك معكم البلاصه كي كتكون بالليل. المهم هكايا كيكون هنايا بالليل. باش ما نكذبش عليكم اليوم راه خاويه ديال بصح، ما عرفت علاش، واش حيتاش كتكون غير عامره بنهايه الاسبوع والايامات الاخرين كتكون بحال ما هكا. المهم الناس كيجيو كيفطروا هنايا صراحه. البارح كان ضمبور بيان لدرجه كانت السهره هنا، كان زعما الاغاني هنا وكانوا لهيه. راه واخا رمضان بطبيعه الحال راه صورت لكم شويه البارح بالدرون غير من الفوق وشويه بالتليفون الا ما مسحتهمش عاوتاني. Kenapa ada menangis aja? Kalau memang belum gak kembali, hey hey bukan gerimis. قبل ما ننتقل بكم للبلاصه اللي غادي نختموا فيها الفيديو ديالنا،
غنبغي نهضر لكم على الروبيه، الفلوس ديال اندونيسيا، الروبيه الاندونيسيه. دابا هذه 50,000 روبيه كتشبه 4000 ديالنا، ولكن هاد 50,000 كتساوي واحد 27 درهم 28 درهم، يعني عندهم الاصفار بزاف. فاشنو طرا لي انا في المطار نهار وصلت بغيت نجبد زعما الماكس، حيت عارف ان السي اش غيضربوني عاوتاني تنكون هو هذاك. فما عرفت صراحه شحال غادي نجبد بالضبط، رغم انني درت طود شونج كلشي زعما. المهم جبدت واحد 2 المليون اندونيسيا اللي هي واحد 1000 درهم، وضربتني السياش ب 100 درهم. ما عرفت والله، ما عرفت كي كيحسبوها، رغم انهم كتبوا في التطبيق 35 درهم، ولكن ماشي داك الشيء اللي كيقطعوا لك. دابا جبت واحد العصير ديال المانجا اللي عزيز عليا، هذا كنشريه في ماليزيا وفي تايلاند ب 12 درهم، 10 12 13 درهم. المهم هذا هنايا 8 درهم اللي هي واحد 15,000 روبيه ديالهم. بسم الله، والله الا بارد، انا كنبقى نشرب غير العصير، هذا العصير هذا. المهم باش ننتقل بكم للجهه الاخرى اللي غادي نختم لكم فيها هذا الفيديو. المهم دابا وصلنا للشارع اللي قلت لكم، كيبدا من هنا حدا المحطه هويا، كيبدا من هنايا تا ليه ممكن تاخذ داكشي اللي بغيتي، وداكشي اللي منتشر بزاف راه قلت لكم. راه كاين ناسي ايام وناسي غوريان. دابا اللي قال لي شنو هو ناسي ايام ولا ناسي غوريان عنده نقطه. يلا شكون قال؟ واحد جوج ثلاثة. شكون قال الدجاج والرز؟ شكون قال شكون؟ الدجاج والرز اللي كاين، الدجاج والرز هو اللي حاكم اسيا كامله، اللي كيبدلوا ليه السميات، ولكن فعلا المذاق كيختلف على حسب البهارات اللي كيديروا. حتى هادو راه ما عندهمش الحار بزاف، وانما كيديروه زعما غير الا قلتي ليه ما ديروش راه ما كيديروش. المهم هنايا كاين هذا الشيء اللي ممكن تاكل فيه، راه القضيه متواضعه، فهمتي؟ القضيه هنا متواضعه الحمد لله، وحتى الناس متواضعين. يعني هنا شعبي اكثر، عندنا الناس كيلعبوا الضما هنايا. هو شتي، وعندنا الناس كيشدوا الماكله وكيجلسوا في هذا النايت ماركت ديال المعقول. نو ثانك يو سو ماتش، ثانك يو. قال لي هذا واش بغيتي؟ توك توك الزرق ديال الاستعمار في كل مكان، ولكن انا ما كنستعملوش. ناسي غوريان شتيه. المهم انا غنشد شي حاجه، والله ما عرفتش غنشد، نتعشى بها ونتسحر بها في نفس الوقت. هذا النايت ماركت، علاش هذا النايت ماركت؟ علاش ما فيهش؟ انتم كتشوفوا كلشي، ما كاين غير الظلام. وحده راه كاين شي نطون اللي كنا زرنا، ولكن كاين واحد الجو هنا يا سلام مع هذا الماء هنا. كاين النايت ماركت شي نطون ليه. عرفت الصراحه واش غادي يكون فيها شي حاجه بالليل؟ والله ما عرفت اش غناخذ، ولكن غناخذ غير الدجاج والرز. تشيكن اوكي، تشيكن ويز رايس، تشيكن ويز رايس. لونجلي هنا راه صعيب ما كيفهموش بزاف. اوكي اي ويل تيك وان تيك اند. المهم هذاك الشيء متواضع جدا. رايس اوكي ثانك يو. وقيلا غناكل غير هنا، وقيلا غناكل غير في شي بلاصه هنايا. المهم هي هذه الوجبه ديالنا، الدجاج مع الرز مع الخيار. عطاتني المكه بسم الله. هذه دابا كتسمى في ماليزيا ناسي لاماك. البهارات هما اللي كيختلفوا، ولكن الحمد لله بعدا هنا ما كيديروش الحار. المهم الفيديو ديالنا غادي نساليوه هنا. بالنسبه للتراويح بغيت نذكر لكم الفرق اللي لاحظت انه الدرس اللي كنديروه حنايا ولا الحديث. المهم كنا كنديروه في البلاد صراحه، ما عرفتش واش كيكون في المدن الكبار صراحه. فاش كنت في الدار البيضاء ما كانش كيكون، اولا ما كنلحقش كيكون واحد الدرس حديث صغير كيديروا الفقيه قبل العشاء. هكا كنا كنديروا حنا في البلاد. هذا لا، كيصليو العشاء كيدير داك الحديث. صراحه ما فهمت فيه والو من غير
الحديث اللي كيكون بالعربيه اولا الايات اللي كيكونوا بالعربيه. هذا الشيء اللي فهمت. كان واحد السيد حدايا قالها لي، قال لي واش فهمتي شي حاجه؟ قال لي وتقول الحج والو اشنو اخر 8 د الركعات، وكل ركعه فاش كيساليوها كيقول واحد الدعاء اللهم اغفر لنا. المهم والله الا نسيت الدعاء صراحه. واشنو اخر بالنسبه للشفع والوتر كيجمعوهم هما. حنا كنديروا 2 ركعات ديال الشفع وكنسلموا، ومن بعد كنصليو الوتر. هما اللي كيجمعوهم بثلاثه وكيديروهم جهرا بثلاثه. ما عرفتش واش المذهب ديالهم مختلف. غالبا هذا الشيء اللي غيكون. هذا المدينه صراحه حسيت فيها بجو ديال تمازير يا هذيك. ما كنحس بالغربه. النهار الاول في كل دوله راه كيكون قاصح. هذاك خليه عليكم. بس الناس اللي متبعيني في فيسبوك وانستغرام عارفين النهار فاش دخلت هنايا خليت لهم شي ستوريات كنت كاعي ديال بصح، ولكن راه كيتغير داك الشيء. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، كيفاش غادي يكونوا الاجواء في وسط جاكرتا، وشنو هو الفرق ما بين هنا اللي هو شعبي والوسط اللي كيكونوا فيه السياح وكيكون داك الشيء ضخم. هذا هو الجواب اللي غادي نكتشفوه في الحلقه المقبله ان شاء الله.